السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين بخير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، ودائما مع مطبخ ماريا البسيط. اليوم جيت نوجد معكم واحد البريوش اللي من عجينه وحده. غادي نوجدوا ثلاثه الاشكال ديال البريوش. نخليكم مع المقادير. هنا عندي واحد الجفانيات، عندي خماره حمراء ديال الحلوى، عندي واحد الكاس صغير تاع السنيده، عندي شويه الملح، عندي نص كاس تاع الزيت، عندي هنا كاس معامر ديال الحليب، عندي 2 معالق كبار تاع الخميره، وعندي واحد البيضه اللي غادا نحتاج غير البيض ديالها، والصفار غنخليه للتزيين. دوزو لطريقه التحضير. والعجينه ديالي غادي نكملها ان شاء الله، غنكملها بالماء. اللي ما عندوش الحليب يقدر يكمل بالماء، يقدر يعجنها غير بالماء صافي. نديرو المليحه، نديرو الخميره حتى هي، كلشي غنديروه مره واحده. السنيده، نخلط هاد الطحين، ندير هاد نص كاس تاع الزيت، ندير الفانيلا، ندير غير وحده غادي نخليها من بعد. ندير هاد الخماره، ندير هاد البيضه. غنستعمل دابا غير البيض ديالها باش ما يبقاش يضيع، والصفر غنخليه للتزيين. نزيد هاد الحليب، بسم الله. دابا غادا ندوز نخلط كلشي بالماء. ها هو الماء، عندي الماء دافي هنا. هنا كيف ما كتشوفوا انا جمعت العجينه. هنا راه عندي، هنا انا ما قلتش لكم دايره غير الفورس بوحدو. كما كتشوفوا العجينه راه كتولي شويه تلصق في اليدين. غادا نغطيها، غندلكها ما والو، غادا نغطيها نخليها حتى ترتاح مزيان، ونعاود نعجنها غير واحد العجينه خفيفه. وهانتوما معايا. رجعنا لكم البنات، هانتوما كيفاش كتشوفوا. هي العجينه تقريبا راه خمرت. غنجمعها شويه بحال هكا بيدي. ندهنها بشويه تاع الزيت ونغطيها، نخليها تعاود تخمر. ماشي تخمر كاع بزاف، تاخذ راحتها واحد شويه، وديك الساعه نرجع معاكم. رجعنا لكم البنات. هي دابا العجينه انا خمرات. قسمتها على 3. هما كيف ما كتشوفوا. غندير ليه هكا، ناخذ شويه تاع هذه كريم باتيسري. درت معاه واحد الفانيا، درت واحد الكاس تاع الحليب وفانيا ومعلقه ديال كريم باتيسري. ها هي الشكل ديالها كيفاش. غنستفها هنا في هذا المول. ها هي الشكل، ها هي كيف ما كتشوفوا.
هنايا شويه تاع الزبيب بحال هكا على حساب الوليدات كيعجبهم هادشي. تقدروا ديروا الشوكولاط، لا عندكم شوكولاط حبيبات حتى هو كيجي زوين. بعد ما صايبتهم غادي ندهنهم بالصفر ديال البيض مع الجناب صافي، وديك الساعه نحطهم نخليهم حتى يخمروا ونشعل لهم الفران يطيبوا على خاطرهم. دهنوا غير مع الجناب باش ما يجيوناش هكا الجناب بيضين. صافي انا دابا نخليهم حتى يخمروا شويه ونشعل عليهم الفران يطيبوا. اختيار واحد الاخر هذا غنديرهم قريصات. عارفين مع مناسبه الدخول المدرسي كيبغوا الوليدات ضروري خاصهم يديو معاهم المدرسه شي حاجه، حيت حنا مانعين على هذوك الوليدات اللي باقيين صغار، مانعين عليهم يديو داكشي ديال الزنقه، يعني ضروري نصاوب لهم شي حاجه يديو معاهم. غنديرهم قريصات عاديين. ندير فيهم الشوكولاط حيت نتوما عارفين الوليدات كيبغيو الشوكولاط. هكا اما بعد ما كملت القريصات غندهنهم بالبيض ورش عليهم الزنجلان. دابا غندير الزنجلان صافي. انا غادي نخليه تيخمر وديك الساعه نشعل عليه الفران. دابا غادي ندوزو للوصفه الثالثه. ندهن سطح العمل شويه تاع الزيت، ما نقويش الزيت بزاف. ناخذ العجينه ديالي ها هي، نحطها هنا. نحاولوا نسرحوها شويه بالدلاك. غنجيب كريم باتيسري نعمر بها من الوسط. ونضربها من هنايا نجمعها. نجمعوها حتى من هنايا باش ما تخرجش لينا الحشوه. نحاول نلصقوها مزيان باش ما تطرطقش لينا الحشوه. دابا غنهزها ونديرها في اللاطه. هما دابا انا درتهم رولي بحال هكا،
هادو مجرد اقتراحات. ندهنهم بصفرة البيض. اللي عنده اللوز ايفيلي دهنهم من الفوق. يرش عليه من اللوز ايفيلي، عفوا انا ما عنديش، غندهنهم غير بصفرة البيض صافي وندخلهم الفران. هو هنايا هي الاقتراح الاول، ها هو خرجته من الفران. شوف الشكل ديالو كيفاش كيجي، كتجي زوينه بزاف. انا درت ليها سكر كلاصي من الفوق كما قلت لكم. اللي عنده اللوز ايفيلي يديرو، ولا الكوك ولا اللي بغا. ها هو كما كتشوفوا الشكل ديالها كتجي زوينه بزاف. شي المنظر ديالها تا هو زوين. هذا الاقتراح ديالنا الثاني، غندهنو بالعسل. هو عندنا الكوك. صافي وندوز نقطعو. كتشوفوا هاد الكريمه ها نتوما راه كتجي زوينه وكيجي هشيش. ها نتوما مرطب وخفيف. وهذا هو الشكل النهائي ديال الاقتراحات اللي وجدت معكم اليوم. هما كيف ما كتشوفوا كيجيو زوينين. ومن عجينه وحده نقدر نخرجوا 3 الاشكال. شوف هذه حتى هي كي كتجي، كتجي شاهده، كتجي فنه معمره بكريم باتيسري الزبيب. وهادو الرولي اللي عمرت معكم بكريم باتيسري. شوف الشكل ديالو كي كيجي حتى هو من الداخل، كيجي هشيش وزوين بزاف. وهادو الكرص قص معاكم هنايا راه حيت كانوا ملتصقين ببعضياتهم، ما عمرت اللاطه بزاف، راه خرجوا ليا واحد الكميه كبيره غير ما حطيتهاش كامله.